السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوتي وأصدقائي أصدقاء القناة المتواضعة المزرعة السعيدة، أهلا وسهلا بكم. كما عودناكم في فيديو تعليمي جديد، ألا وهو الالتهابات الرئوية أو أمراض الجهاز التنفسي بالنسبة للحيوانات. الإخوة، هذه تنقسم إلى قسمين: كاين المرض الفيروسي، كاين المرض البكتيري. المرض الفيروسي في العادة ما عندوش علاج، ويعتمد على مناعة الحيوان. الشفاء نتاعو يعتمد على مناعة الحيوان. مناعة الحيوان هي الأمراض اللي تعرض لها في فترة سابقة، يعني في حياته، وكون ضدها مناعة. ويعتمد كذلك على حجم الحيوان، لأن حجم الحيوان بالدرجة الأولى هو مناعته. الحيوان السمين مناعته قوية، الحيوان النحيف مناعته منخفضة. لذلك عندما نشوفوا تنخفض المناعة في مرض معين، تنشط الالتهابات البكتيرية أو الفيروسات اللي يكون مصاب بها الحيوان، لكن لا تسبب له شيئا. أثناء مرضه تنشط. على سبيل المثال، ذيك الحبوب اللي تجي على الفم أو في الذرع هي فيروسات تنتظر ضعف المناعة لتنشط. نرجع للموضوع الرئيسي تاعنا، هو الالتهابات الرئوية. الالتهابات اللي ناتجة عن الفيروس، أمراض الفيروسية للرئة، في العادة وأغلبها والشائعة هي تقلبات الطقس، إصابات من البرد، الزكام بسبب تقلبات الطقس، ولا تباين في درجة الحرارة بين الليل والنهار، وتفتك بالنحيف والصغير لأن مناعته منخفضة. في العادة نمدو شوية تاع فيتامينات ومضاد التهابات، لأنه الفيروس لما يصيب الحيوان في الرئة رايح يدير له التهابات رئوية. إذا ما براش وطال معاه المرض راح يدير له التهابات رئوية. كيف نعرفوا أنه الحيوان هذا مصاب بزكام أو عنده التهاب بكتيري اللي هو لازم له علاج؟ بكتيريا لازم لها مضاد حيوي ومضاد التهابات. نعرفوها عن طريق الإفرازات. إذا شفنا المخاط اللي يخرج من أنف الحيوان لونه شفاف، في الغالب هو فيروس، وهذا ما فيهش خوف كبير. إذا شفنا المخاط يخرج لونه أبيض خثن أو أصفر أو لون آخر، هذا معناته التهاب بكتيري لازم له مضاد حيوي قوي، خصوصا إذا سرعنا في عملية العلاج، يعني بعد الإصابة في البداية. ربما هذه البكتيريا تصبح معدية، تنتقل بين القطيع وتفتك بأغلبه. هذه البكتيريا خطيرة جدا. نشاطها وتكاثرها هي موجودة في الطبيعة، كل البكتيريا موجودة في الطبيعة، فقط احنا نسهلوا لها كيف تتكاثر وتصبح جيش فتاك. فضلات الحيوان هذه الروث، هذه أرضيتي ترابية، هذه فضلات نقي بشكل مستمر، لكنها تعود تتجمع. لكن شوف، ما فيهاش رطوبة، لأنه المكان متسع والأرضية ترابية تمتص الرطوبة بشكل مستمر. هذا البيئة لا تساعد البكتيريا على التكاثر، ولا حتى الطفيليات من قمل وبراغيث على التكاثر. الكارثة الأولى هي الرطوبة. الغبار والأتربة كذلك تسبب التهابات رئوية، لكن ما هيش كما البكتيريا. البكتيريا راهي كائن حي ويتكاثر وينتقل بالعدوى من حيوان لآخر عن طريق العطاس والتنفس، المعالف والمشارب. فيها أنواع خطيرة جدا. إذا شفنا الإفرازات هذه مباشرة، خصوصا إذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة، معناته الالتهاب هو ساري المفعول وعلى قدم وساق. أفضل مضادات حيوية موجودة في السوق هي 3 بما يخص الالتهابات الرئوية، وتعالج كذلك التهابات أخرى مثل الالتهابات في الرحم. رقم 1 هو مضاد حيوي ممزوج مع مضاد التهابات، اسمه زيريليس. في الغالب يعالج به البقر، لكن جربت في علاج الماعز والأغنام نتائج ما شاء الله، وفي ظرف وجيز، في ظرف ساعات تشوف التحسن. رقم 2 أوكسيتيتراسكين،
مضاد حيوي واسع المفعول، لكن ليس مضاد التهابات. إذا استخدمته وجب عليك أن تستخدم معه مضاد التهابات. المضاد الحيوي يقتل البكتيريا، ومضاد الالتهابات يقتل الميكروبات اللي تسببها البكتيريا. تعفوا. أفضل شيء، أفضل من هذا وذاك، أفضل من اثنيهما هو التهوية. دائما نتكلم عليها التهوية، ويا حبذا لو بالإضافة إلى التهوية مكان يكون مشمس. شوف، لما يخرج الحيوان متى شاء إلى الشمس، الشمس هي معقم ما شاء الله لجميع أنواع الميكروبات، لأغلبها. كل ميكروب عنده إمكانية يعيش في الظل والأماكن الرطبة ساعات معينة وأسابيع، تنخفض تحت الشمس إن لم تتلاشى يعني في الساعات الأولى. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. ملاحظة بالنسبة لبعض الإخوة قال لك نقيها من الحجارة الحظيرة. أنا نحاول قدر شوف، هذه حجارة بناء أنا جبتها وفرشتها أنا. نحاول ندير محاكاة للمرعى الخارجي من أجل التخلص من الأظافر وتقليمها بشكل مستمر. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.